السلام عليكم ورحمة الله. واحد من عيال عمي شباب راح يزور واحد برضه من الجماعة، لكنه شايب كبير، رجل كبير يعني تجاوز 90 أو قرابة 90، مريض. فزاره زيارة مريض وأخذ يتلطف معه ويعني يضاحكه ويسمع يعني من الكلام الجميل وكذا. ومما يعني من ضمن ما قال له إن شاء الله يا عم نموت أنا وياك في يوم واحد، يعني قصده إني أنا شباب يعني بطول يعني، وأنت يعني إن شاء الله تلحقني تمشي معي يعني قدام. اللي صار سبحان الله مات الشايب بعدها بأسابيع، ومات هذا الولد الشباب رحمهم الله جميعا في يوم واحد. والله أن صلينا على الشايب الظهر وصلينا على الشباب هذا العصر ودفناهم في قبرين متجاورين. لا إله إلا الله. البلاء موكل بالمنطق. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعم، أما لي فلا حاجة لي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أحلف به لو قال قرة عين لي لهداه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. يتضجر أحدهم من ضيق العيش وكثرة الديون، فيقول: شكلي أنا بعيش عمري كله فقير وموت مديون. انتبه، البلاء موكل بالمنطق. تتضجر إحداهن من تأخر الخاطب أو تأخر الزواج، تقول: شكلي أنا بعنس، شكلي بموت وأنا ما تزوجت، شكلي بموت وأنا ما سمعت كلمة يا ماما. البلاء موكل بالمنطق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شيخ كبير مريض محموم، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: بل هي حمى تفور على الشيخ الكبير تورده القبور. قال: فنعم إذن. البلاء موكل بالمنطق. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ذلك الرجل. هذه رسالة من محب: لا تقل إلا خيرا، وأحسن الظن بربك، وابشر بالخير. السلام عليكم.